ما ترى ليس كما يبدو. فيلم في محطة مصر مش كوميدي بحت زي ما هو واضح، بل كعادة أفلام بلال فضل ففيها الكثير من الإسقاطات. فيا ترى إيه الرمزيات، الإسقاطات والأخطاء؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بيبدأ الفيلم فور شادوينج عن الشخصية، فبيعرفك إن هو متعلم ومثقف عن طريق كتاب زي أمريكان لي لصنع الله إبراهيم، والملك الحزين لإبراهيم أصلان، وصور تقريبا لفرقة الفور كاتس كدلالة على الكابتن اللي هو عايش فيه، مع ظهور لسجاير كتير ومغيبات، وبيجي بعدهم شوت للولاعات. بيجيب لك شهادة تقدير إن هو أفضل بائع ولاعات في 2006. وأخيرا بعد ما رسم لك الشخصية بيظهر البطل، لكن وهو نايم وفي إيده سجارة وجنبه جورنال، وبيصحى مفزوع على صوت المدرسة اللي جنبه. وأنا معرفش الناس اللي عايشة جنب المدارس دول عايشين إزاي. أنا قدامي فرن عيش وجع دماغ أبويا، الناس بتصحى تعمل رويال رامبل في الفرن. المهم خلينا نبدأ في أخطاء الفيلم. أولا المدير بيبدأ الإذاعة بعد تحية العلم، وبيبدأها بالحكمة على طول، والراجل فيه بيفضل يكرر حكمة صوتك العالي دليل على ضعف موقفك بصوت عالي جدا. إذا برضه بيقول ربنا يضعف موقفك من فرحك، وده راجل عنده فوق ال50 سنة يعني هو اوريدي موقفه ضعيف. وفجأة بيتجاهل الحكمة وآثارها وبيبدأ يكلمهم عن قد إيه العلم هيفيدهم في حياتهم. وأنت عرفت من الكتب إن رضا متعلم ومثقف، فبينفجر وبيقرر ما يسكتش، فبيطلع له وبيشدوا مع بعض، وبينتهي الأمر برضا إن هو بيدلق عليه المية، فالمدير بيسلط عليه العيال ويحدفوه بالطوب. وخليني أقول لك إن بلال فضل في الأول بيعمل سيت اب بكام إفيه عشان يعمل لهم كول باك بعدين، وهم مبنيين كويس بصراحة، سواء في الكوميديا النقدية في حتة المدرسة أو تعامل أبوه مع باب التلاجة. وبيعجبني في المشهد ده الزوم واللو أنجل وأفورة الانفعال مع العدسة اللي فيها ديستورشن على الأطراف، فمخليها أبو رضا باين قوي في الكادر. المهم بعد ما تم تقديمة البطل، أسرته، مشاكله والبيئة اللي بيعيش فيها، بنروح للخط التاني عشان نشوف البطلة وحياتها عاملة ازاي وإيه مشاكلها. وبتكون إن أبوها عايز يتجوزها غصب عنها، وأمها جاية تميل دماغها. وبنرجع لرضا بنلاقي إن هو نزل شغله كمندوب مبيعات ولاعات، فبيرزق بواحدة ملعب، وبمنتهى عدم المنطقية بتطلب منه إن هو يدخل يجرب الولاعات جوه، اللي هو جربها لها أصلا بالخنصر والبنصر واديها. طب هي عندها مبرر، انت بقى بتدخل ليه طالما انت مش عايز؟ كل كوم وخضتها وتوترها لان السبعينات ده كوم تاني. في حد معاك جوه؟ لا جوه فين؟ وعشيها بيقفشوا وبيعدموا العافيه. كان لازم يكون في اظهار شغله الطبيعي بيمشي ازاي في الاول، بعدين تديني الافيه، يعني وريني الرول او القاعده وبعدين اكسرها، فده هيديني تضاد ومسافه اكبر في المفارقه وبالتالي ضحك اكتر. فعشان كده مشهد مخيش بالنسبه لي سواء كضحك او تمثيل. كان ممكن برضو تخلي شغله دايره كاركترات اكتر ومن هنا ينتج الضحك، بس للاسف ده ما بيحصلش. بشوف ان شغلته دي فرصه مهدره بصراحه. المهم بيروح رضا للراجل اللي بيوزع عليه الشغل وبيقول ان هو ما اتخرجش من تجاره عشان يبيع ولاعات، اكسبوزيشن ذكي لحد ما. فبيرد عليه الراجل بان زمايلك كلهم خريجين جامعات. وهنا بيظهر جدا شخصيه الكاتب. انت حتى لو مش عارف هو مين المؤلف هتحس، لان بلال فضل ساعتها كان بتاع النكش السهل اللي ما بياكلش عيش وحلاوه ده. بس بتبقى مشكله لما شخصيه المؤلف تضغى لدرجه ان هي تتكلم بلسان البطل، وده هيوضح بعدين. المهم رضا بيلاقي زميله مسك فلوس، فبيقول لرئيسه ان هو عايز يشتغل زيه، فبيوريه شغل كتالوجات خصومات، وبالطريقه رضا بيعرف ان هي نصبايه، بس بيقبل لما بيقول ان هو ياخد في الكتالوج 50 جنيه من اصل 100. فرضا بيطلب منه 100 كتالوج وبيديهم له فعلا. بس هنا في نقطه، وهي ان الراجل اداه حل منطقي عشان يقدر يبيع الكتالوجات بالسعر ده، وهو انه يروح عند اوتورات الدرجه الاولى ويحط الكتالوج على رجل الزبون، فخليك فاكر الحل ده. المهم رضا بيروح يدخل المدرسه عشان يفك الميكروفون من غير ما نشوف هو دخل ازاي، وهو مستحيل يكون نط من عصور لان هدومه نظيفه جدا. وبياخد الميكروفون وبيروح لبلال فضل شخصيا عشان يبيعه، وفي رمزيه حلوه بصراحه بيديله حته ب100 مقابل الميكروفون، كانه همش صوته والبق اللي بيتكلم منه بالمغيبات. المهم تاني يوم على طول المدرسه بتجيب ميكروفون اكبر وترازيه بيه، بيجي من البوليس على البيت وبيجي كول باك لواحد من الناس والله اللي كان مؤلفه بلال فضل برضه. قلت لك اقفلي باب التلاجة اهو بلغ عننا. وبيحصل مشكله في الركوره وقت النقل بين الزوايا في حركه الايد، وغالبا في جمله اتقصت لكريم عشان كان في باقي من صوته. المهم الفيلم بيرمي على فكره الحكومه لما بتاخد اهالي الشخص المذنب عشان تجيبه، لما بيبقوا هياخدوا رضا مكان ابوه. وبنروح للناحيه التانيه بنلاقي ان ملك بتقابل ايمن وتقوله على موقفها، وبيتفقوا ان هما يتقابلوا الساعه 12 في المحطه عشان يروح يقابل ابوها. وطبعا المشهد ده باين جدا ان ابوه واقف على الارض. بنيجي المشهد المقابله بين البطل والبطله اللي فيه ملائمه كبيره جدا، وهي ان رضا المفروض بيخش القطارات يبيع فيها. اول فريم في المشهد بيبان ان هو نازل من قطر، لكن مفيش بعد كده ولا مشهد ليه وهو في القطر، كله بيبقى يا قدامه يا في ساحه المحطه، اللي هو اصلا مستحيل يبيع لان اللي رايح يركب يا مستعجل يا تايه، واللي نازل فعايز يشوف طريقه وهو هيعمل ايه فهتبيع ازاي. بس بتجيلك الاجابه ان هو بيبيع في الساحه علشان بس يشوف ملك وهي مستنيه ايمن، وبيحاول يبيع لها فبترفض، بس بيحاول تاني لما بيدافع عنها لما حد بيعاكسها. وايمن بيسيب لملك جواب مع طفله وبيقول لها ان هو مش هيقدر يجي وما يقدرش ان هو يتجوز بالطريقه دي. فملك عشان تحاول تاجل الموضوع بيتفتق ذهنها انها تاخد رضا معاها وتقول لهم ان هو جوزها، فبتخليه يركب معاها على اساس ان هو يبيع الكتالوجات دي كلها ليها ولاهلها. وقالت له انها هتاخد منه كتالوج ب150 جنيه،
وهما كام كتالوج عزيزي المشاهد؟ 100 كتالوج، لأن المخرج أظهر إن هو محتاس وما باعش ولا واحد. فكده المفروض التوتال كام؟ 15,000 جنيه. خليك فاكر الرقم ده بقى. وبيوصلوا بيتها وبيبتدي سيل من المواقف المبنية على سوء التفاهم، بداية من إن رضا بيقول لجدة ملك تجيب له مية عشان بيفتكرها الدادة، وبيحسب على عبده السفراج الجد، وبيجي سيت اب ساذج قوي بصراحة، وقاعد بيتكلم نفسه بيقول إن هو يخلص في ليلة الكتالوجات دي كلها ب 250 جنيه. المهم ملك بتقول لهم إن هو متجوزين عرفي وأبوه بيخرج عشان يديله قرشين ويخلص، وبيجي أثر السيت اب وبيقول له إن هو هيخلص ب 250 في الليلة. يعني لا قال له إن ده سعر الكتالوج ولا قال توتال السعر فتبقى الليلة كلها ب 25,000 مثلا. فكوميديا سوء تفاهم مقحمة زيادة عن اللزوم بصراحة، كان ممكن تتعمل بشكل أصيع من كده. المهم بعد ما ملك بتغلوش تاخده وتطلع بيقول له عشان 5000 جنيه ارمي نفسي في مصيبة زي دي؟ هما ال 5000 جنيه دول بتوع ايه؟ هل هما بتوع الكتالوجات ككل؟ مستحيل، هتخسر معاك. هل هما مكسبه؟ لا برضه، عشان هيبقوا 7500 لانها قالت له ان هي تاخدهم ب 150. طب هل هي فلوس من غير الكتالوجات عشان يقعد؟ معرفش والله، الفيلم ما قالش. اليوم بيوافق ان هو يقضي معاهم يومين ويمثل ان هو جوزها، وهي بتحطهم قدام الامر الواقع وبتقول لهم ان هي حامل، وحتى لو اتطلقت هيبقى لسه في شهور عده، برغم ان الجده بتقول ان هم ياخدوا ابنهم ويرموا ابوه بره، الا انهم بيقرروا ان هو يقعد لحد ما تولد عشان بس هو رفض يطلق. انا مش عارف هي دي كفر الشيخ ولا كفر عبده، يا مالها بقت متحضره كده ليه؟ وبعدين ازاي ابوها كان عايز يطلقها عشان يجوزها حد تاني وما عندوش اي مشكله في ان هي مش بكر؟ طب والفضيحه اللي هتحصل لك قصاد اهل البلد لما الجواز من حد منهم يتم؟ المهم بنخلص من فيس كوميديا سوء التفاهم وبنروح بقى للمفارقات اللي ناتجه عن المواجهه في اسلوب المعيشه بين البيت الغني والشاب الفقير. فبيخش يقعد على السفره بالبورنوس وبيبدا الاكل بشكل عشوائي حبتين، وكأن كل اللي جايين من بيئه فقيره حوش. ده بيتنافى مع كون شاب متعلم ومثقف، فاكيد قعد وكل مع ناس وما كانش بياكل كده يعني. بس هو مشهد مبني على المفارقات وكوميديا الاحراج. هو الفيلم عامه عباره عن سكتشات منفصله متصله، ونوع الافلام ده مشهور جدا، بس مش المفضل بالنسبه لي بصراحه. هو بيكون ليه ميزه طبعا، وهي ان الضحك فيه والمواقف تبقى كتير جدا والريتم بيبقى سريع، بس السياق مش متصل بشكل قوي. هو يا دوبك بيوصلك من موقف لموقف. يعني مثلا هو مسرع الاحداث عشان يلحق التايم لاين، يعني هو خلاص ابوه تفهم المشكله والدنيا مشيت طبيعي لدرجه ان هو ملك نزلوا ياكلوا معاهم. الحياه مشيت طبيعي بسرعه قوي زياده عن اللزوم، بعد بقى ما كان حالف طلاق 3 وان هو هيخرب الدنيا ويكسر عظم ملك لو ما جاتش عشان تتجوز الواد اللي اختاره لها. فجات له بواحد متجوزاه عرفي وحامل منه ورست على قلم وخلاص، وده عشان يوصل ان في نفس اليوم بالليل يبقى الفرح المتفق عليه مع الناس. فالسرعه دي بالنسبه لي افقدت الواقعيه شويه بصراحه. المهم بيروح للناس وبيقول لهم ان العريس اللي كان متقدم لها السنه اللي فاتت جه طلبهم بكلمتهم ليه، وبعد شويه بيدخل عليهم رضا بالحصان. وبغض النظر ان هو ازاي لحق يجيب جلابيه وعبايه ويظبطهم بالمسطره ويلف العمه كده، الا ان المشهد ده اكتر مشهد بيضحكني في الفيلم. رسمته حلوه جدا، من اول الدخله بثقه لتعليقه رجله في السرج اللي عملها حلوه قوي، وكل كوم هو بيقول امسكوا الحصان كوم تاني. لازم اعيش الحصان. بغض النظر ان المشهد فيه مشاكل بالجمله في الكونتينيوتي، يعني الناس اللي بتجري في الزاويه الوايد بتبقى واقفه تتفرج في الزاويه الكلوز، وكريم عبد العزيز بيضحك طول المشهد تقريبا، وانه ما جاش هو واقع من على الحصان ازاي. بس المشهد ككوميديا جامد جدا بصراحه. المهم بيحصل كول باك لمشهد المدرسه، وبيصحى رضا على تحيه العلم، وبينزل يتمشى وسط الزراعه لحد ما بيلاقي الفلاحين فبيقعد يفطر معاهم. وبيجي الاسقاط اللي بيبدا يوضح المعنى الخفي للفيلم، وهو ان رضا بيتكلم على الفلاحين وبيبدا يوعيهم بحقوقهم وانهم يطالبوا بيها من ابو ملك، وبيكلمهم عن قانون العمل والاجازات المرضيه والشغل باليوميه وغيره. ده بيرمي على فكره الاقطاعيه والراسماليه وجحاف العمال والفلاحين، عشان الفقير يفضل فقير وداير في لقمه العيش، وغني يفضل يزداد غناه. هقوم قايل لي ساعه بقى اكون حضرت الغداء. فالفلاحين بتتحمس وبتروح تطالب بحقوقها من جلال بيه، اذا بجلال بيه بيهزقهم ورضا بيتخلى عنهم. ويمكن دور رضا في المشهد ده بيدل على المعارضه ومحدوديه قدراتها في الفتره دي. المهم جلال بيه بيضرب نار، اذا بالفلاحين المظالمين بيطلعوا يجروا وما ياخدوش اي موقف، وده بيريليت معايا شويه الكلام نيتشه في اخلاق العبيد. ورضا بيبرر هروبه بان المره دي الفلاحين جريوا، مره جايه يقفوا ويطالبوا بحقوقهم. وممكن نجامل الاستاذ بلال فضل عشان بحبه ونقول ان ده تنبؤ بالثوره. وفي مشهد تاني بيبقوا بياكلوا، ورضا بيقول لجدة ملك ان هو عارف ان الارض كلها بتاعتها والناس سايباها تحت تصرف ابنها، مع ان ده اكبر غلط. وهنا ممكن تلاقي المعنى اتغير وممكن يتفسر باكتر من طريقه. ممكن يكون رامي على فكره الملكيه وما بعدها، او نقد لفكره التوريث وابتعاد مبارك عن الصوره واحده واحده وتصدير ولاده بالطريقه، او حتى استكمال لفكره الاقطاعيه، لان قالت له ان المحكمه رجعت لهم اراضي الاصلاح الزراعي. انا شخصيا برجح فكره الملكيه والضباط الاحرار، لان رضا كمل وقال لها ان جلال بيه هياخد باله من ايه ولا ايه، السياسه واخده كل وقته. وبعدها قال لها ان الفلاحين كانوا بيسالوا وبيترحموا على ايامها، في حين ان جلال كان متغاظ من الكلام ده. المهم بيطلع هو ملك الاوضه وبيبان انه بدا يحبها، فبينكشها وبيعرف ماجستيرها عن ايه. بتطلع الروايه المصريه الحديثه، فبيذكر لها اسماء منها تدل على ثقافته فبتستغرب. بس برضه المشهد ده فيه مشكله في الركوره،
المهم في الليل بينزل رضا المطبخ عشان يلف سجاره من الحشيش اللي خده من بلال فضل. ودي من مشاكلي مع الفيلم، ان البناء للإفيه ضعيف جدا. اول مره الحاجه اشوفها بتحصل هي اللي بتعمل الفرديه. يعني طول الفيلم رضا ما شربش حشيش وشكله رياضي ومفيش هالات ولا توهان مثلا، فبيبقى في ملائمه واستعجال عشان نروح للفرديه على طول. والملائمه هي ان عمرو بيخش عليه فبيتوتر وبيحط الحشيش في الملح، مش في جيبه مثلا، مش في الزباله، ما حطهاش بشكل مؤقت ورجع رماه، لا سابه عادي. وبتتكرر لما بيشوف حماه وبيجري يستخبى في اي اوضه، فبتطلع اوضه الجده. وسؤال هنا، هو انت جريت منه ليه؟ ما تقوله كنت بشرب، ايه المشكله؟ بس هو علشان يخش عليه وهو مع امه ويحصل الافيه. المهم ملك بتجيلها صاحبتها وبتقول لها ان ايمن ما سافرش بره البلد وانها بتشوفه كل يوم في الجامعه، فبتكتب له جواب وبتديه لها توصله. فبيكلم نفسه وبيقعد يبرر الغلط لملك. قوم الله يحرق قعدتك في الجيم مزعق نف. وتاني يوم الطباخه بتطبخ وبتحط الملح على الباميه، فبياكلوها وبيتصلوا وكله بيبعبع باللي جواه. ورضا بيعرف قذارتهم كلها. منة شلبي كرنج موت في المشهد ده بصراحه، خصوصا وهي عماله تضحك بالعافيه بتقفلني من الدنيا، وكانت تحدف على كريم السكينه بس خدت بالها وهي مسطوله ورمت المعلقه. المهم بعد ما فاقوا ملك بتتخانق مع رضا عشان حوار الباميه، وبتتخانق تاني لما بتعرف ان هو كان بيتصنت عليها وعارف ان ايمن ما سافرش ولا حاجه. بس الغريبه هي الوحيده في البيت اللي بتتخانق على حوار الحشيش ده، محدش تاني اتكلم في الموضوع غير اخوها. وكمان كان بيحكي ان سوها اتخانقت معاه بسبب انفعاله، مش على الموضوع نفسه يعني. مالك يا عمرو؟ لابس كت ليه يا ابني؟ لكن ابوها اللي مش طايقه اصلا ما اتكلمش معاه في حاجه خالص، بل امها بتكافئه وبتديله ألبوم صور ملك وهي صغيره عشان كانت ناويه تديه اللي هتحبه. فبيشوف الصور وبيرتبط بيها اكتر، وبيروح علشان يوريها لها بس بتكون في الحمام. وفي ظل انتظاره ليها تليفونها بيرن، فبيشوف مين وبيطلع ايمن، فبيقرر يرد عشان المكالمه ما تفوتش عليها. فايمن بيقول له قول لها تبطل شغل المراهقه ده وما تبعتلوش حاجه تاني. فلما بتخرج وبتشوف ان ايمن اتصل وهو رد بتنفجر فيه، فبيفوقها ويقول لها اللي قاله له، فبتفضل تعيط وتنوح طول الليل. تيجي جدتها عشان تصحي رضا لصلاه الفجر. سلام عليكم رب الرحمن، ما عملتش حاجه. وعم عبده بيقول ان اكتر حاجه ملك بتحبها المشبك، فجابه لها يراضيها بيه، وبيدولها فعلا وبيصالحها وبتبتدي تميل هي كمان. وبيطب على بابا في صراطك الانتخابات، وبيرمي تلميح مستقبل مصر في الكاكا، وكالعاده بيعك الدنيا وبيغلط في كبير المعفنين، وبيخلي جلال يفقد تاني عيله في البلد. فرضا عشان يسكته بيقول ان هو عارف حالته وبيديله مناشط. انا عندي استفسار بس، هو ازاي جلال بيه كان رايح السرادق بجزمه وراجع بشبشب حمام، وما الحكايمه ضربوه خدوا منه الجزمه بس، ما رضا راجع بيها عادي اهو. وفي قعده صفا ليه مع ملك، بلال فضل بيخلي المواطن يلوم على نفسه عشان يقول ان العيب مش بس في الدوله، لا في فئه كبيره بتجني على نفسها بالمماطله. واللي بتكلم عن بلال فضل كتير في الفيلم ده لان بلال شخصيته الكتابيه قويه جدا، فكان لازم يكون معاه مخرج شخصيته قويه. وبالفعل هو مع احمد نادر جلال، راجل ليه باع واثبت نفسه كتير سواء بعد او قبل الفيلم، ومع بلال شخصيا كمان. بس هو غالبا كان في استعجال عشان الفيلم نازل في العيد، وواضح ان البادجت كانت قليله برضه، او اتصرفت كلها على طاقم العمل. لان لو بصيت على الفيلم ككل هتلاقي المشاهد كلها يا في الفيلا يا بيته القديم يا وسط الزراعه يا في السرادق ومشهدين في المحطه. ففي تخيلي الفيلم ده ما خدش اكتر من اسبوعين تصوير واسبوعين 3 بوست برودكشن، لان في مشاهد كتير فيها ديفوهات واضح ان هو ما كانش فيه وقت لاعادتها. فعشان كده احمد نادر جلال تحس ان رؤيته محدوده قوي للعمل ده. هو عمل البيزك في كل حاجه، فشخصيه بلال ظاهره اكتر عشان هو بذل مجهود اكبر. بس بفضل ان المخرج يكون هو المسيطر والظاهر اكتر بصراحه. ورجوعا للفيلم، جلال بيحصل له ازمه بسبب المنشط، وضحكني رضا وهو ماسك السيجاره جنبه وحط رجله بالجزمه على السرير ولا مبالي. دي رسمه مشهد حلوه، بس برضه في غلطه في المونتاج، ان اول كلمه الله جايه في الوايد وبتتكرر في الكلوز. بس بيعجبني قوي تمثيل لطفي لبيب في المشهد ده، وانا بحب لطفي لبيب جدا الصراحه. المهم رضا بياخده عشان يوديه للدكتور بالعربيه، بس بيعمل حادثه ويلبس في شجره، فبيسيب العربيه اللي اتدغدغت من غير ما حد فيهم يحصل له خدش، بياخد جرار كده مركون في الزراعه ملهوش صاحب الله اعلم بيدوروا ازاي. المهم هو سايق جرار الجده بتقع، وبيروحوا بيهم هما الاتنين على المستشفى اخيرا. وجلال بيقول ان الفرح هيبقى تاني يوم عشان لو قعد اكتر من كده يموتهم كلهم. ونتيجه انه خاصه مع العائلات مفيش حد بيروح الفرح خالص، لو بتدي للناس حقوقها مش هتلاقي حد جنبك غير الشعب، واللي كافي جدا ان هو يرفعك لسبع سما ويشيلك على الاعناق لو كنت عادل. فالفلاحين بيروحوا الفرح بعد ما رضا بيقول لهم ان هو هيديهم كل حقوقهم، فبيهيصوا وبيفرحوا كلهم. وبعد الفرح وبعد ما بيعمل لهم اللي عايزينه خلاص ملك بتديله الفلوس اللي اتفقوا عليها، لكن تاني يوم بياخد منهم 500 بس ويسيب الباقي. وبيجي مشهد هو باصص لعلم مصر ومبتسم وكانه حاسس ان هو عمل اللي عليه، لكن ملك بتاكد ان هي بتحبه فبتحكي لاهلها عن كل حاجه، فبيخليها تروح له عند عربيه الكاكا. عرفت منين ان هو واقف هنا وهو واقف في الهو ده ليه؟ الله اعلم، بس حلو الكول باك بتاع الكاكا. وبيتفق مع ملك ان هو يقابلها قدام القطر الساعه 6 في محطه مصر.
ودلوقتي خليني اقول لك فكره الفيلم ورمزياته اللي انت غالبا استنتجتهم. رضا واهله والفلاحين هم الشعب المطحون في لقمه العيش ومتاكل حقوقهم بس راضيين. الجده هي الملكيه مقابل الضباط الاحرار. الناس بتبكي على اطلالها بس مش عشان جمالها، لا، لكن علشان الحال بعدها بقى اصعب عليهم. عمرو هو الابن والمستقبل القادم للسلطه، واللي مالوش اهتمام ولا قدره ولا علم بيها، واللي بيخلينا نتنبأ بسوء الوضع لو راحت له، بما انها انتقلت من الجده للابن. وممكن تقول ان هو محطوط علشان يبين التضاد بين التربيه في رفاهيه والتربيه في الفقر اللي اترباها رضا، وده بالتالي بينعكس على مشاكلهم. واحد كل مشاكله ان هو مش عارف يتعامل مع حبيبته، والتاني هو بينحت في الصخر عشان يجيب فلوس عشان ابوه ما يتحبسش عشان قسط ثلاجه. ملا غالبا هي مصر اللي مستنيه ايمن او الاحزاب السياسيه، بس طلع بتاع وعود وبس، والمفروض كان يبقى المخلص ويخلص ملك من سطوة ابوها، لكن في الاخر خلف وعده وما جاش. فجلال كان عايز يفرض سيطرته اكتر ويتجوزها اي حد يفيده في رمزيه على نظام تزوج السلطه من المال والشهره. لكن في النهايه رضا هو اللي اتجوز ملك، واللي مهما كانت ظروفه هو الانسب والاحق بيها. اما اسم الفيلم عامه فهو اسقاط. هو في محطه مصر مش بس مكان السفر، هي اشبه بانك وصلت محطه مصر كبلد. فتعال ناخدك لفه ونقول لك على احوالها بالاسقاطات. اما عن مراجعه الفيلم فتمثيليا الاداء كويس مش فظيع، بيمشي الدنيا يعني. اما كتابيا فبلال فضل عامل شغل كويس جدا في الكوميديا، والاسقاطات ذكيه فعلا. بس كنت اتمنى ان نبرته واستعراض ان قد ايه الشاب ده مثقف كانت تقل شويه، لانها كذا مره كانت بتتدرب مع الكوميديا والواقع في معدل ذكاء رضا وثقافته. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني ومعلقه معايا هي الموسيقى. قللت جدا احساسي في فصلة الانتقال من البيت الكحيان للفيلا الضخمه والعيشه المختلفه، ما خلتنيش احس ان في خلل كبير. فشوت اوت للعظيم عمرو اسماعيل. اما عن الاخراج فهو فيه اخطاء كتير جدا، بالرغم من انه ما حطش نفسه في تحديات صعبه وفنيه زياده. حتى الكاستنج بقدر ما هو حلو بقدر ما هو امن جدا، واي حد هو مش واثق فيه ما كانش بيديله وقت طويل على الشاشه. ودي كانت حاجه ايجابيه في شخصيه زي ايمن اللي كنت اتمنى ان هو ما يظهرش اصلا، بس كانت سلبيه في تهميش دور ادوارد. كان نفسي اشوفه بيسند في الكوميديا مع كريم، لان كريم كان شايل الحته دي لوحده اغلب الوقت، فكان محتاج حد يبنج معاه، لانه لما كان بيحصل مع لطفي لبيب او نعام سلوسه كانت بتبقى احسن مشاهد الفيلم. بس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. سلام. قفلت التلاجة؟ اشمعنى؟ بقى انا معقد تلاجات.